قبل ما نبدأ، سيب أي قناعة عندك عند باب اللحظة دي، واعتبر الدقايق الجاية مش محاولة للإقناع، لكن دي دعوة إنك تشوف الحياة من زاوية يمكن تكون نسيتها من زمان. وهنا في قعدة الروقان إحنا مش بندور على إجابات جاهزة، لكن إحنا بندور على فهم أعمق. ولما الفكرة تلمس قلبك هتلاقيها محفوظة في قعدة روقان، أرشيف القلوب، المكان اللي الذكريات فيه مش مجرد ماضي، لكن دروس ومشاعر وحكايات لسه بتشكل حاضرنا. أنا نعمة الكومي، وده بودكاست قعدة روقان. وخليني أبدأ بالسؤال كالعادة في البداية. كم مرة شفت حد بيتكلم عن حلمه وابتسمت ابتسامة خفيفة كده، الابتسامة اللي معناها يا سلام هو فاكر نفسه هيعمل ده؟ وكم مرة سمعت حد بيحكي عن فكرة في دماغه وقلت في سرك الكلام سهل بس الواقع غير، ويمكن حتى ما قلتش حاجة بصوت عالي لكن جواك حكمت. الحقيقة إننا أحيانا من غير ما نقصد بنستهين بأحلام الناس، مش لأننا أشرار لكن لأننا بنقيس الأحلام بمقاييسنا إحنا. ولو حلم حد أكبر من تصورنا بنعتبره وهم، لكن الحياة غريبة جدا في الحتة دي، لأن في الناس كلها كانت شايفاها عادية جدا، لكن فجأة بقت واقفة في مكان الكل نفسه يوصل له. وساعتها الناس اللي كانت بتضحك بتقول الجملة المشهورة احنا كنا عارفين انه هينجح. لا، انت ما كنتش عارف، انت بس ما كنتش متخيل. خلينا نتكلم بصراحة شوية. في نوعين من الناس في الدنيا، ناس لما تسمع حلم حد تقول ازاي اساعدك توصل، وناس تانية اول رد فعل عندها بيكون مش هينفع ليه؟ لانهم شايفين الدنيا من زاويتهم بس. اللي عاش عمره كله في حدود ضيقة بيستغرب جدا من حد عايز يكسر الحدود دي، واللي اتعود على سقف واطي بيشوف اي حد بيرفع راسه زيادة كأنه بيبالغ. لكن الحقيقة ان الاحلام مش بتتولد في نفس البيئة ولا بنفس الظروف ولا بنفس الامكانيات. احيانا اكبر حلم بيطلع من اصغر مكان، واقوى قصة نجاح بتبدأ من اكتر نقطة الناس شكت فيها. اتخيل معايا المشهد ده، شخص بسيط قاعد يحكي لاصحابه انا نفسي اعمل كذا واوصل لكذا ويبقى عندي كذا. الناس حواليه بتضحك او بتسكت بس بنظر السخرية. في اللحظة دي في احتمالين، يا اما الشخص ده هيتكسف من حلمه ويصغره ويقول يمكن انا فعلا بحلم زيادة، او يحافظ على حلمه كأنه كنز حتى لو الناس شايفاه وهم. والفرق بين الاحتمالين هو الفرق بين حياة عادية جدا وحياة ممكن تبقى استثنائية. المشكلة ان الاستهزاء بالاحلام بيقتل حاجتين مهمين جدا، وهما الامل والجراءة. لان الشخص اللي بيتريق على حلمه بيبدأ يشك في نفسه وبيبدأ يسأل السؤال القاتل، يمكن انا فعلا مش قدها. لكن الحقيقة ولا حد في الدنيا كان قد حلمه من اول يوم. كل الناس بدأت وهي مش عارفة الطريق كامل، وكل الناس كانت بتتعلم وهي ماشية، وكل الناس كانت بتغلط وتقوم تاني. لكن الفرق انهم ما سابوش حلمهم يموت بسبب ضحكة حد. خليني اقول حاجة يمكن ما نفكرش فيها كتير. احيانا الشخص اللي بنستهون بحلمه النهاردة ممكن يبقى بكرة جزء من حلمك انت. يمكن يبقى مديرك، ويمكن يبقى شريكك، ويمكن يبقى الشخص اللي يفتح لك باب. الحياة فيها مفاجآت كتير، والناس اللي بتكبر مش دايما بتبان من الأول. في ناس بتكبر في صمت، وفي ناس النجاح بيجي ليهم بعد سنين من المحاولات اللي محدش كان شايفها، لكن فجأة الناس كلها تشوف النتيجة. والمفارقة الغريبة إن نفس الناس اللي كانت بتقول ده مستحيل هي اللي هتقول بعدين أنت محظوظ، مع إنهم ما شافوش اللي حصل بين الحلم والنجاح، وما شافوش الليالي الطويلة ولا الخوف ولا المحاولات الفاشلة ولا اللحظات اللي الشخص ده كان ممكن يستسلم فيها، لكن هو ما استسلمش. خلينا نعترف بحاجة مهمة، أحيانا إحنا نفسنا كنا ضحية الاستهزاء ده. يمكن في يوم من الأيام حكيت حلمك لحد ولقيته بيقولك كبر دماغك، فكر في حاجة واقعية، أو بلاش تحلم قوي كده.
والكلمات دي ممكن تبان بسيطة لكن تأثيرها ممكن يعيش جواك سنين. لكن السؤال هنا، هل الأحلام لازم تكون واقعية علشان تستحق الاحترام، ولا يمكن اللي بيغير الواقع أصلا هو الحلم اللي كان شكله غير واقعي؟ في قاعدة كده في الحياة، لو حلمك محدش شكك فيه غالبا هو حلمه صغير. الأحلام الكبيرة دايما بيقابلها شك، مش لأن الناس وحشة، لكن لأنهم ما شافوش الطريق قبل كده. علشان كده لو حد في يوم حكالك عن حلم، حتى لو شايفه بعيد وحتى لو شايفه صعب، بلاش تستهون بحلمه. مش لازم تصدق 100%، لكن على الأقل ما تكونش السبب إنه يشك في نفسه. يمكن كلمة تشجيع منك تخليه يكمل، ويمكن سخرية بسيطة تخليه يدفن حلمه للأبد. وأهم حاجة، لو أنت صاحب الحلم نفسه ما تخليش نظرة حد تحدد حجم حلمك. الناس بتتكلم على قد خيالها، لكن حياتك لازم تمشي على قد شجاعتك. خلي حلمك يكبر، اتعلم وحاول واغلط وقوم وكمل، لأن يمكن في يوم من الأيام الشخص اللي كان بيضحك على حلمك يبقى واقف في مكان انت وصلت له، أو يمكن يبقى واحد من الناس اللي بتحلم توصل للمكان اللي انت واقف فيه. وفي النهاية افتكر الجملة دي كويس، بلاش تستهون بأحلام حد، لأن ممكن يوم تلاقيه واقف على مقدمة أحلامك. وأحيانا الشخص اللي كان الناس شايفاه حالم زيادة هو نفسه اللي بيعلمهم بعد كده إن الأحلام كانت دايما ممكنة.